امين، هل الاتحاد ربما التفكير في كأس الكاف، التفكير في المربع الذهبي جعلنا نشاهد نسخة مغايرة في البطولة الوطنية؟ لا، الاتحاد عنده وجهين، في الكاف وجه وفي البطولة وجه، ما ننساوش. كذلك فيه جبهة أخرى كذلك راهو ينافس عليها الاتحاد، كأس الجمهورية. هذه النقطة اللي ربما أنا بالنسبة لي اللي راح كذلك راح تلعب دور كبير في التحفيز. يعني الشيء أنا اللي نتمناه هي ردة الفعل اللي راح تكون عند الاتحاد إن شاء الله في المقابلة السابقة القادمة ضد فريق المنافس، نعم. ضد فريق أسفي. نعم. نتمنى باش تكون عندهم ردة فعل قوية هنا في 5 جويلية إن شاء الله، ويفوز الاتحاد بنتيجة باش تخلي عنده ربما أنا بالنسبة لي ردود أو من جانب النفسي من جانب الذهني للاعبين يكونوا مرتاحين باش ما يعيشوش الضغط. أنا بعد خروج من مقابلة انهزام هذا راح يأثر نوعا ما. تعثرين متتاليين. نعم، أمام شبيبة وأمام مولودية. أمام شبيبة وضد مولودية الجزائر. أنا بالنسبة لي هذه نتمناه ما يكونش شيء يأثر كثير على اللاعبين من جانب النفسي من جانب الذهني. لأن الآن أنا تمني، قلتها عدة مرات، تمني نشوف الاتحاد في النهائي هو وشباب الوزداد. لأن فريقين جزائريين يكونوا في النهائي الكاف هذا شرف للبطولة الجزائرية، وإن شاء الله نتمناه تكون الاتحاد أمامه مقابلة قادمة إن شاء الله يعرف كيفاش يسترجع. نعودوا المقابلة مثل ما تكلم طارق حتى من جانب الخيارات ما كانتش في خيارات كثيرة لأن يعني دهيري غير موجود طارق في التشكيلة. هذا اللي أثر نوعا ما في الحلول من جانب الهجومية، الحلول الهجومية، ومن جانب الحلول كذلك الدفاعية. في وسط الميدان كانت في خيارات، شفنا دخول إيمي وكذلك ليكونزا أعطوا نوعا ما انتعاش كبير للخط وسط الميدان. دخول بودربالة اللي نعتبره أنا دخول متأخر نوعا ما لكذلك. كان المنافس اللي كان من الجهة الأخرى مثل ما قال طارق أراد أن يفوز بالمقابلة للتعميق الفارق بينه وبين الملاحق اللي هي شبيبة الثورة، رغم أن فيه مقابلات متأخرة لاتحاد الجزائر لمولودية الجزائر، كذلك فيه مباريات متأخرة. يعني هذا اللي راح نشوفه، هذه المقابلات الأخرى راح نقولوا احنا تبدل من الترتيب اللي راهو الان، راح تغير من الترتيب. المباراة المقبلة راح يلعب امام جمعية شلف فعلا. بعد ذلك يلعب كأس الجمهورية. يعني احنا نتكلموا بالنسبة لكأس الكاف، ولكن عندك مباراتين اثنين والترتيب. انا بالنسبة لي خاصة مباراة الكأس يعني تصفوية إقصائية عفوا، لا قدر الله يكون نتيجة سلبية راح تأثر كثير بالنسبة للكاف لمباراة في الكاف. ولكن الاتحاد في البطولة في المرتبة التاسعة لحد الآن. الاتحاد مطالب باش يكون في المراتب المؤهلة للمنافسات القارية الموسم القادم. يعني التفكير في كأس الكاف وفي كأس الجزائر راح يخليك تواصل تعثر في البطولة، ولكن أنه مرتبة تاسعة، الشيء الملاحظ تقريبا 5 جولات متبقية. الشيء الملاحظ أنه التفكير ما راهوش كما راك تتكلم انت. كان من المفروض انه نشوفوا مستوى، نشوفوا عطاء داخل ارضيه الميدان بالنسبه للاعبين، خاصه وانه من الناحيه النفسيه طارق الاتحاد في معنويات مرتفعه، مربع ذهبي كاس الكاف، يعني راك خلاص نصف نهائي كاس الجزائر، عاود رجعت الى الواجهه افريقيا والمحليه كاس الجزائر. انك تكون عندك، لا خليني من كاس الجزائر نتكلم انك افريقيا خلاص، يعني راك ما بين 4 الفرق الملاح خلاص. انا نشوف انه هذا يحفز يخليك تكمل بنفس الوتيره، يكمل بنفس الاراده. ولكن أنا صراحه أنا لما نشوف لاعب مثل بنزازا من ناحيه، سواء من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، اللاعب دراوي تعودنا عليه انه دفاعيا لاعب صلب، يمتاز يعني بالحراره والتمركز الجيد، ولما يستقبل الكره ما يضيعهاش ويجري. يعني من اللاعبين اللي ما يديرش حسابات، العطاء تاعو 100% في كل فترات المباراة. ولكن شفنا انه اللاعبين الاثنين هادو راهم بعاد على مستواهم. يا هل ترى التفكير، ولهذا قلت لك التفكير في كأس الكاف هو اللي أثر على ولكن في نفس الوقت راك تضيع علينا، لا قدر الله ما نتأهلش الى النهائي، ما ناخذش البطولة الكاف، ممكن تضيع الموسم الماضي المقبل ما تشاركش منافسة قارية. نعم، يعني على الأقل أعطيني ثقة أني نتكل عليك الموسم المقبل إن شاء الله. نعم.